السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل تورتايه مقاس 16. طبعا كنا عملناها قبل كده مع بعض، عملتها في الطوق برضو زي ما انتم شايفين. طوق جميل جدا ومش غالي، زي ما قلت لكم انا كنت جايباه مش فاكره ب90 او بحاجه و90، مش فاكره. وكان في فيديو المشتريات، في فيديو قبل كده لو انتوا حابين ترجعوا تشوفوا سعره. بس دلوقتي معرفش وصل كام، لان زي ما احنا عارفين الاسعار بتتغير كل شويه، مش ثابته الايام دي. بس هو حلو جدا جدا، بعمل فيه اي مقاس. طبعا الاسبونج مقاس 16 ده كنا عملناه مع بعض قبل كده. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الطريقه بالظبط بتاعه الاسبونج سهله وبسيطه جدا، ومقادير بسيطه قوي قوي قوي. طلعته معايا، سبته يهدى لتاني يوم. اقشره بقى، بشيل الوش وبشيل الارضيه طبقات خفيفه كده، لان بصوا هو هاشش اصلا وجميل، مش مستحمل. فبشيل طبقات خفيفة كده منه، اللي هي بتبقى واخدة لون بسيط. هي طرية وكل حاجة، بس انا بحب التورتية كلها تبقى شكل واحد اهو. بصوا في الطوق بقى، الجناب مش بتبقى زي الصينية. يعني انا بلاقي كده بصوا حاجات خفيفة جدا، مش زي الصينية اللي هي بتبقى كلها واخدة لون من الجناب شكل بعضه. لا، بلاقي حتت بسيطة واللون بيبقى موحد عادي. فببتدي اشيل الطبقات الخفيفة دي اللي انا حاسة ان هي واخدة لون بسيط او ناشفة سنة. ببتدي ان انا اشيلها كده بالشكل ده اهو. دي اللي بتبقى طلعت بره الطوق او فوق الصينية كده، بتطلع بالشكل ده. بصوا العلو، بصوا الجمال ده، طالع جميلة، طالعة جميلة جدا جدا جدا. شلنا بقى كل الزيادات اللي احنا شلناها، وهنبتدي نقسمها. طبعا التورتية بالعلو ده ممكن تقسميها لاربع ديسكات وخمس ديسكات، بس انا زي ما انتوا عارفين بطلع التورت على 3 ديسكات بس. بصوا الديسك يعني، بصوا قد ايه علو، قد ايه الديسك ده لوحده اهو. بصوا المنظر ده رهيب. يعني انا ممكن اطلع تورتتين مقاس 16 من الاسبونج ده زي بتوع بره، يعني نفس علو بره. لكن انا بصراحة مش برضى بكده، الناس دافعة فلوس ومش هنبقى زي المحلات في الاستغلال والكلام ده كله. فانا بعملها كده زي ما انتوا شايفينها، وبطلعها عادي مفيش اي مشكلة. بجيب قاعدة، القاعدة دي مقاس 22 اهي، او 20 بتهيألي. وببتدي، بس بتالي دي 22 القاعدة دي. وببتدي ان انا اثبتها من تحت كده، وابتدي طبعا كانت مطلوبة كلها شوكولاتة، فببتدي ان انا اسقيها بيه شربات خفيف، وبعد كده بحط الكريمة. التورتية دي بتاخد نص كوباية من الكريم شانتيه او اقل شوية، مش بتاخد كتير. ببتدي احط الكريمه، لو مطلوبه ان هي تتحشي من جوه حطي بقى جناش شوكولاته، كريسبيات اللي انتي حباه، مكسرات. لو مطلوبه ان هي تتحشي من بره، مش مطلوبه خلاص بتبتدي ان انتي تسقي بالشربات وتحطي الكريمه، وبنكتفي بالتزيين اللي هو بيبقى على الوش. وبنبتدي حطينا بقى الثلاث طبقات. الطبقه الاخيره قلبتها كده عشان ايه؟ اساوي كل التورتيه تبقى زي بعضها، لان حسيت ان هي مضمومه شويه من فوق، فقمت قلباها. فبتديكي المنظر النهائي ان هي كلها تبقى زي بعضها بعد ما تحطي الكريمه. حطيت الكريمه داير ما يدور على التورتيه. ببتدي بقى اجلس، والزيادات دي ببتدي ان انا اشيلها في البوله بتاعت الكريمه تاني. بس تجلسيها صح وتاخدي وقتك في التجليس عشان تطلع معاكي مظبوطه وحلوه جدا جدا جدا. طبعا اهم حاجه الشكل النهائي، عشان كده بقولك خدي وقتك في التجليس. الاسبونج ده عالي، ناس بتسألني انت بتستعملي سبونج ايه او نوعه ايه. انا بستعمل سبونج دريم. قبل ما تشتري اسألي، لان في سبونجات مش بتعلى وبتجيبي وبتشتغلي كل الموضوع ومش بتعلى معاكي وتقولي انا ماشيه الخطوات مظبوطه. ففي سبونجات انا سمعت عنها ان هي مش بتعلى، فانتي تأكدي ان انتي جايبة اسبونج معروف وناس مستعملاه قبل كده. فانا عن نفسي ما بستعملش الا اسبونج دريم، بيعلى وبيبقى جميل جدا جدا، حتى في الطعم كويس قوي. انا ما جربتش اي اسبونجات تانية عشان احكم عليها، بس من خلال خبرة ناس تانية انا لقيتهم ما بيشكروش في انواع اسبونجات معينة. فانا مش بستعمل عن نفسي غير دريم، بيعلى معايا ومريحني وكويس جدا جدا. فليه بقى ان انا اغير واجرب مادام هو ماشي معايا مظبوط. عملت بقى بالسكريبر المشرشرة، وباخد الزيادات من بره على جوه اللي طلعت فوق، وابتدي امسح السكريبر عشان ما تبوظش معايا الشكل. كل ما بتمسحي السكريبر ما بين خطوة والتانية بيخلي لك منظر التورتاية شكلها حلو، ومش بتاخد معاكي تلاقي مثلا ان الكريمة باظت منك او كده. لا، مسحنا البورد بتاعتنا او القاعدة بتاعت التورتاية اهي، وهنبتدي ان احنا نحط بقى الجناش. طبعا احنا في السقعة، فعشان كده بشتغل على طول
اهو عامله جناش شوكولاته. فهبتدي امشي داير ما يدور كده قبل ما اعمل الشكل اللي هيبقى على الوش. فببتدي انزل بالجناب كده داير ما يدور اهو. هبتدي بقى اعمل الفرع اللي انا هعمله دلوقتي على التورتايه من الجنب. هنشوف دلوقتي بالكريمة، فعشان كده لازم الكريمة تلاقي كريمة تحتها، مش تلاقي جناش. لو انتي حطيتي الكريمة على جناش هتتزحلق منك وهتقع. لما تسيبيها شوية في التلاجة هتلاقي الشكل اللي انتي عملتيه على الوش ابتدى ان هو يتزحلق ويقع منك، لان الشوكولاتة هتزحلقه وتخليه يقع. فعشان كده انا بمشي داير ما يدور كده على الحرف، وبعد كده ببتدي اعمل الشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده احط الجناش تاني اللي انا عايزه احطه. فانا عملت فرع كده زي الضفيرة من الجنب، وبعد كده ابتديت ان انا بقى احط جناش شوكولاتة. زي ما قلتلك هي كانت مطلوبة كلها شوكولاتة في شوكولاتة، فعشان كده بقى ببتدي ان انا احط جناش الشوكولاتة، وبظهر معلقة صغيرة وايدي تبقى خفيفة في الشغل كده اساوي الشوكولاتة اهو، اساوي الجناش على الوش بالراحة وانتي بتشتغلي، عشان ما تاخديش الكريمة مع الشوكولاتة فتطلع تبان على الوش تبقى شكلها مش حلو. انا بشتغل خفيف جدا 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 بظهر المعلقة الصغيرة اهو. ايه رأيكم؟ كده خلاص حطيت الجناش كله اللي انا عايزة احطه على الوش اهو. لو حتة متعرية او حاجة بتبتدي ان انتي تحطي فيها جناش شوكولاتة، وبتبقى خلاص خلصت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبتدي ان انا بقى احط الحاجات اللي احطها واكتب الكتابة اللي مطلوبة مني، وبتبقى خلاص كده بقى تضمني ان الشكل اللي انت عاملاه على الوش ثابت، مش هيقع من على التورتايه، لان انت ما حطيتيهوش على جناش او على اي حاجة تزحلقه. لازم يلاقي تحته كريمة علشان ما يتزحلقش معاكي او ما يقعش معاكي. هنبتدي بقى نعمل زي وردات صغيرة نحزم بيها التورتايه من تحت بالشكل ده، لان خلاص تأكدنا ان الجناش ثبت على كده، مش فيش اي حاجة هتنزل. خلاص دورناها كده داير ما يدور، كتبنا الاسم وهابي بيرث داي، عملناها بمولد السيليكون. وهبتدي بقى احط شوية اشكال كده من الشوكولاتة. طبعا الشوكولاتات دي بتبقى خام. طيب ناس بتسألني انتي بتكتبي بايه على التورتايه؟ انا بكتب بكريم شانتيه ابيض عادي. يعني مثلا لو التورتايه هتبقى بيضة بكتب بكريم التورتايه قصدي هتبقى شوكولاتة، فبكتب بكريم شانتيه ابيض، بخلي جزء من الكريمة وابتدي اكتب بيه. والبلبله بتاعته انا كنت وريتها لكم قبل كده، مفتوحه فتحه صغيره بحطها في كيس حلواني وابتدي اكتب بيها، مفيش اي مشكله. بالكريم شانتيه مفيش اي مشكله. وببتدي بقى احط بمولدات السيليكون كده اهو. وده ورق ترانسفير، عملت برضو واحده منه. وادي التورتايه انا حطيت كده فيها الاشكال. هبتدي احط كريسب كده على الضفيره اللي انا عاملاها في الجنب، هيديها منظر جميل. كريسب اسمر، بما ان التورتايه كلها شوكولاته فهنحط كريسب اسمر اهو. وكده التورتايه بقى خلاص خلصت معايا اهي بالشكل ده. هنجيب بقى العلبة بتاعتنا، العلبة مقاس 25 في 25. طبعا دي اصغر علبة عالية، بالنسبة للعلب العالية دي اصغر علبة عالية اللي هي 25 في 25. فببتدي ان انا احطها هو في العلبة وبثبتها برضه عشان ما تتحركش. الحتة اللي انتوا شايفينها دي بحط عليها لزق عشان ما تتحركش من العميل وهو واخدها. وببتدي اثبتها كده. وعملت واحدة من السمايل بمولد السيليكون وحطيتها، ودي التورتايه خلصت معايا. اتمنى الفيديو يعجبك. احلى واجمل متابعين في الدنيا.